السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض بقى الجمال اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل طاجن الرز المعمر في البيت بكل بساطة وبطريقة سهلة وجميلة وخطيرة. شايفين بقى اول حاجة كده هنعملها مع بعض، جايبة كيلو الا ربع من اللحمة مقطعاها مكعبات صغيرة جدا زي ما انت شايفاها كده. شايفة كمية المكعبات يعني بصي يعني قد عقلة الصباع كده، علشان واحنا بناكل الرز يبقى اللحمة مع المعلقة كده في الرز. قطعت اللحمة بتاعتي هنا بقى، نزلت بقى في طاسة أو حلة بشوية من الزيت، ورُحت نازلة بكام مكعب من الزبدة، ورُحت بعد كده أول ما سخنت رُحت نازلة باللحمة بتاعتي، وأبدأ كده بقى إن أنا إيه، أقلِّب في اللحمة لحد ما تغيّر لونها كده، تاخد الصدمة بتاعتها ولونها يبيض، يتغيّر اللون. شايفين بقى هابدأ أنزل بقى بالتوابل بتاعتي، اللي هي معلقتين صغيّرين هرمي من المرقة الفورية البودر من عند العطار أو اللي عندِك، وبعد كده هانزل بنُص معلقة صغيرة سُمّاق، وهانزل بمعلقة صغيرة من البهارات المشكّلة، وهانزل بمعلقتين ونُص صغيرين هرمي من بهارات اللحمة، وهانزل بنُص معلقة صغيرة من ورق اللورا، وهانزل كمان بنُص معلقة صغيرة من الحبهان البودر، وورق اللورا يكون بودر، وكمان هانزل بمعلقة صغيرة من الدمجلاس. الدمجلاس ده بيدّي صوص خطير للحم، وهانزل ببشرة من جوزة الطيب أو نُص معلقة صغيرة من جوزة الطيب، ونُص معلقة صغيرة من الفلفل، والملح حسب الرغبة. الملح دلوقتي مش هنحطه دلوقتي خالص، تمام. أبدأ كده أقلِّب، ورُحت نازلة بشوية من المَيّة المغلية علشان تستوي في المَيّة بتاعتنا دي. خلّي بالِك مش هتاخد معاكِ وقت خالص في السِوَى، مقطّعين اللحمة صغيّرة حلو جدًا، ونكون اللحمة جايبينها من جزار يعني كده إيه، موثوق فيه إن هو اللحمة ما تكونش كبيرة عشان تستوي معاكِ، تمام. شايفين بقى من وقت للتاني حسيتها إن هي لسه عايزة شوية، رُحت مزوّداها شوية مَيّة كمان، وسِبتها لحد أمّا وصلت معايا الشكل اللي أنتِ شايفاه ده، بيبقى لسه فيها شوية صوص تحت بس هي استوت. أنزل عليها بقى بكيلو من الرز المغسول كويس جدًا، وأبدأ إن أنا أقلِّب كل ده في بعضه، وخلاص كده أنا باكون قفلت البوتاجاز بتاعي. شايفين؟ قلِّب بقى كده عشان أدخّل الصوص الخطير ده في الرز بتاعنا. معايا بقى هنا لبن، ومعايا قشطة، معايا هنا كان حبّة قشطة من البيت، ومعايا علبة قشطة من برّه، ومعايا كمان الكريمة اللباني. أول حاجة جِبت الطاجن بتاعي، وهابدأ إن أنا أدهنه بالزبدة أو السمنة، وهابدأ اللبن بتاعي أنزل فيه بمعلقة كبيرة هرمية من الكريمة اللباني البودر، وأقلّبه وأسيبه على جنب. شايفين بقى سمنة كده بقى في الطاجن بتاعِك في الأحرف ومن تحت، وادهني بقى بالفرشة، ادهني. هابدأ أنزل بقى بكمية من الرز في الطاجن، وهنبدأ بقى نسقي باللبن. شايفين؟ ما تسقيش أبدًا هنا بمَيّة، هو لبن، عشان تاخدي طاجن. بُصّي أنا ليّا صاحبتي حبيبة قلبي تقول لي: "أنا ما باكلش طاجن الرز من عند حد زي ما باكله من إيدِك." بجد خطير. بس أنا الأول كنت طبعًا إيه، بُصّي هنا بقى أنا حطيت الملح، عشان ما حطيتش ملح على الرز، فهنا بقى حطيت شوية ملح. حابة تحطي الملح على الرز حطي بقى بطريقتِك وإيه، واللي أنتِ حاباه. أنا هنا دُقت اللبن شوية حسيت إن هو عايز ملح، ورُحت مزوّداه كمان شوية. زمان كانت الأسعار رخيصة، فكنت باغرّق الوش ده قشطة، يعني في أول القناة أنا كنت مغرّقة الوش ده قشطة. فدلوقتي الأسعار غالية، فبنحط بس حاجة تدّي الطعم كده. حابة أنتِ بقى تحطي قشطة كتير حطي براحتك. تمام. وأبدأ أغطيه بقى بورق فويل وندخّله الفرن. أول حاجة هنحطه في الفرن من تحت خالص، هنحطه كده لمدة إيه، نُص ساعة، وبعد كده أقوم مطلّعاه على الشبكة الوسطانية لحد ما يستوي معايا. أشيل كده الورقة الفويل من على الوش، ألاقيه استوى وبقى خطير وإدّى وش جميل. أولّع له الشواية عشان القشطة بقى تتحمّر معانا، وتاخدي أحلى طاجن رز معمّر بجد حكاية. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم. لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. مع السلامة.